تعالي يلا ارجعك كده كام سنه لورا. ايام بقى ما كنا في المدارس، وايام ما كنا بنشتريه كده من قدام المدارس، وكان يبقى ليه طعم حلو قوي، وكنا بندور عليه كمان في السوبر ماركتات. يلا بينا اقولك نعمله ازاي بمنتهى السهوله. سمي الله وصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. هاتي البوله بتاعتك، انزلي فيها باتنين ابيض بيض، نص كوبايه سكر، فنجان قهوه مليان ميه، معلقه عصير ليمون، ورشه فانيليا. وهاتي حله فيها ميه، وانزلي بالبوله بتاعتك فوق الحله اللي فيها الميه وارفعيها على النار. انا كده بعمل حمام مائي لبياض البيض، بسويه بس على بخار الميه بالظبط 5 6 دقايق لغايه لما يدوب السكر تماما، يبقى عندي بالشكل اللي انت شايفاه ده. برفعه من على النار وابدا بالمضرب الكهربائي بتاعي اضربه لغايه ما يبقى قوامه متماسك معايا، ويبقى زي كريم شانتيه. طعمه حلو جدا جدا جدا، جربيها هيعجبك قوي. مهمه جدا ان انا اعقمه حلو قوي، علشان ده هيتاكل على طول ما بتدخلش النار. بعد كده بجيب الصينيه بتاعتي وبفتح فيها كيس تلاجة، وهبدا اجيب البسكوت الدواير اللي احنا عارفينه كلنا ومالي السوق، وهرصه في الصينيه بالشكل ده. وهجيب كيس حلواني هبدا احط فيه الكريمه بتاعتي او المارينج اللي انا عملته، وهديها فتحه صغيره من تحت، انا مش هحط فيه اي بلبله ولا اي حاجه. وهبدا ان انا ازوق الكوجك بتاعنا النهارده، او راس العبد. انا معرفش انتوا بتسموه ايه، وفي ناس بتسميه كمان الايس كريم الشتوي. قولوا لي بقى انتوا بتسموه ايه. هو بسم الله ما شاء الله منتشر في جميع الدول، وكل دولة ليها اسم كده ليه. في المرحلة دي بعد ما اخلصه بدخله الفريزر عندي 10 دقايق بس، على ما اسيح الشوكولاتة بتاعتي. الشوكولاتة بتاعتي بحطها على حمام مائي او بدخلها الميكرويف، عليها 3 معالق كبار من الزيت. هبدأ ان انا ادوبها حلوة قوي، وباخد بقى الايس كريم الشتوي او الكوجك بتاعي وبنزل بيه في الشوكولاتة بالشكل ده. كذا طريقه بقى تقدري، لو عندك شبكه حطي الشبكه. انا قلبت المطبخ على الشبكه بتاعتي مش عارفه راحت فين، فالشبكه بقى بتسهل عليكي كتير قوي. بحط الشبكه على صينيه، وابدا ان انا افضي عليها الشوكولاته بيغلفها حلو قوي. او تقدري تعمليه بالطريقه اللي انا عملتها دي، بمعلقه وتحطي عليه، او تميلي الطبق شويه عشان يبقى غويط معاكي وتغلفيه اسرع. بعد كده دخلته التلاجة بالظبط 10 دقايق بس، الشوكولاته مسكت عليه وطلعته. الصراحه انا على ما سبته في التلاجة ورجعت لقيت اصلا بالهنا والشفا، يعني الولاد رايحين جايين عليه. خفيف جدا، طعمه حلو قوي قوي قوي. شايفين شكل الكريمه من جوه؟ يعني مش عايزه اقولك جاهز، ده احلى من جاهز مليون مره. جربيه هيعجبك جدا، وصفه تجنن.